سندوتشات الكبدة الاسكندراني بكل سهولة وبطريقة تحفة جدا. عندي فلفل اخضر وعندي توم كتير وممكن فلفل حار، احطهم في الكبة وهفرمهم ناعم بالشكل ده. هاخد نص الكمية اضيفها على الكبدة والنص التاني هركنه على جنب، والكبدة مقطعاها بالطول بالشكل ده. هحط ملح وكمون وبهارات لحمة وبابريكا وهقلب كويس واركنها على جنب. هاخد بقى نص الكمية او باقي الخلطة، هحطها في حبة من الزيت وهديلهم تشويحة بسيطة. اول ما ريحتهم تبدأ تظهر هضيف الكبدة وهوزع الكبدة بالشكل ده، ومش هقلبها خالص لحد ما تبدأ تاخد صدمة ولونها يبدأ يغير. في المرحلة دي هبدأ أقلب فيها وأشوح فيها لحد ما لونها يبدأ يغير، تبدأ تدخل في السوا ومش هتاخد معاكي وقت خالص. أهم حاجة سيب الكبدة في التتبيلة شوية علشان تطعم يبقى طعمها حلو جدا. خلاص خلصت بقت جاهزة معايا. سندوتشات هحطها بقى فيها طحينة، وهحط الكبدة وعصرة ليمونة بسيطة كده